تفتكروا قصه الاي اي بدات منين؟ ومين اول واحد علم الاله انها تفكر؟ تعرفي ان فكره الاي اي عمرها مش سنه ولا اتنين، ده اكتر من 70 سنه. في الخمسينات العلماء بداوا يسالوا سؤال مجنون شويه، هو احنا ممكن نخلي الاله تفكر زي الانسان؟ الفكره بدات بورقه بحث بسيطه بس كانت اكبر كتير من زمانها. اتكلموا فيها عن اله تتعلم من التجربه، تغلط، تصلح غلطها، وتفكر كمان. وفي 56 حصل اجتماع مهم في امريكا اسمه مؤتمر دارتموث، وده اللي اتقال فيه لاول مره الذكاء مش لازم يكون بشري بس. من هنا بدات القصه، قصة الذكاء الاصطناعي الحقيقي. بس الطريق ما كانش سهل، كان مليان فشل ومحاولات وافكار الناس قالت عليها خيال علمي، بس اللي اتقال زمان بقى واقع دلوقتي. وعلشان تفهمي هو وصل لايه استنينا الفيديو الجاي، احكي لك ازاي الذكاء ده اتطور وبقى بيكتب ويتكلم ويتوقع واوقات كمان يخوف. تفتكري لو رجعنا 70 سنة ورا وقلنا لحد ان الكمبيوتر هيبقى بيفكر، هل هيصدقونا؟ اكتب لنا في الكومنت.